السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الناجح يرفع ايده. ايه مين اللي مش منافس لمين؟ النادي الزمالك مش منافس للنادي الاهلي؟ ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ طب انا هبدأ بالصلاة على النبي كده صلى الله عليه وسلم. باخر 10 سنين في الكاس. لا 10 سنين ايه ده، انا جايبها لكم من 2013 لغاية اخر كاس اللي الحمد لله ربنا نصرنا على ايد الاسطورة شيك والاسطورة الصغيرة ناصر منسي. 8 كاس للزمالك، 3 للاهلي، 1 بيراميدز. مفيش منافسة. اخر 5 سنين في الدوري 2 للزمالك، 2 للاهلي، واحده مش شعلقه على المراجيح هناك في الفيفا. كوارثنا كلها بتطلع بسبب النادي المنافس اللي بيدلس الحقائق. مين اللي مش منافس لمين؟ دي الارقام. تعالوا بقى نشوف الارقام دي جت ازاي كمان. مين عنده كم المشاكل اللي موجوده في نادي الزمالك؟ النادي الاهلي لو مكان نادي الزمالك، نادي بيراميدز لو كان اي نادي مكان نادي الزمالك بكم المشاكل اللي عنده. ايقاف قيد، مشاكل ماديه، مستحقات لعيبه، اجهزه فنيه بتمشي في نص الموسم وفي قلب متوشه مهمه وبنكسب وبننافس وكله مرعوب مننا وكله بيخطط ان احنا ما نقفش على رجلينا وبنكسب ومش عارفين ينافسونا. مين اللي مش منافس لمين؟ انا ما بحبش اتكلم في الحاجات دي، ومتهيألي انتوا اصبحتوا عارفين اسلوبي. الحمد لله انا لا بحب التحيز ولا الصدام ولا الكلام الفاضي ده كله. بس انتوا اللي بتستفزونا. يعني الواحد بيتكلم في المواضيع دي من باب حبه للزمالك، والله لا شهرة ولا مش عارف فولورز ولا الكلام ده، ولا بفكر في المواضيع دي اصلا، ولا عمري بتفرج على فيديو لحد ولا ايه، جت بالصدفه كده. يعني انا لما بطلع اتكلم معاكم بقى اخويا بيكلمني، ولاد اخواتي اصحابي، فبطلع اتكلم عشان انا زملكاوي بحب الزمالك، كنت بلعب في نادي الزمالك وبعشقه. لكن غير كده انا والله ما اعرف اصلا، حتى الفيديوهات انا ما بعرفش ارفعها. يعني لا تفتكروا ان انا مركز في الموضوع، الواحد لو ركز لكم والله العظيم هتتعبوا جامد. اتكلموا كلام موزون، اتكلموا كلام موزون. مين اللي مش منافس لمين؟ طب تعالوا كده، ادي الارقام. ماشي. اول سوبر مصري بيتعمل بنظام جديد الزمالك. الكاس ايه؟ السوبر الافريقي الزمالك. اي حاجه مين اللي مش منافس لمين؟ ما تتكلموا كلام موزون، ما تقولوا كلام في محله. لما رمضان ان شاء الله 4 5 شهور ونقول حله يا حله. ما تخلوناش نركز في الحاجات دي عشان ما نتدناش. مين اللي مش منافس؟ ولاعيبه تطلع يقول لك اصل المفروض ما يسافروش، ده الاهلي هيعمل وهيسوي، ده 6 هندوس على وشهم. ايه ده؟ انتوا اللي مش منافسين، انتوا اللي مرعوبين، انتوا اللي عمالين تقفلوا على نادي الزمالك عشان ما يجيبش لعيبه. مش نص اسماء، مش مستوى اسماء اللعيبه اللي الاهلي جابها. طب مرعوبين ليه طالما احنا مش منافسين؟ يعني هو دلوقتي، مع احترامي طبعا وعشق الانديه الجماهيريه، مصري واتحاد ومحله واسماعيلي اللي احنا بنعشقه، لو هم اللي بيجيبوا اللعيبه دي انتوا هتقفوا في وشهم كده؟ بل بالعكس، انتوا ممكن تدوهم لعيبه عشان تخلصوا من همهم. انتوا اللي مش منافسين لينا، انتوا اللي ضعاف وخوافين وجبنه. لكن احنا جامدين قوي الحمد لله، وبنكسب باي حد وباي طريقه وبمنتهى اللذاذه والجدعنه والفروسيه. انتوا اللي خايفين مش احنا. انتوا اللي كل حاجه بنعملها بتحاولوا تقللوا منها. انتوا اللي في موقف ضعيف مش احنا. انتوا اللي عايزين تشتروا اتحاد الكوره وبتشتروا الاعلام. طب انا اقول لكم على حاجه. الكابتن مصطفى يونس كابتن النادي الاهلي على الكابتن الخطيب. الراجل بعد ما قال انا عندي مستندات وعندي مفيش برنامج استضافه، مفيش مكالمه تليفون اتعملت له. تامر عبد الحميد اللي انا بقى من خلال علاقتي بالناشئين وان انا ابن النادي عارف من زمان ان هو اهلاوي والله العظيم، وكان بيلعب عند الكابتن بدر حداد اللي هو خالي واتشرف بيه، وعارف ان هو اهلاوي من هو في الناشئين. ماشي. بيتنطط من البرامج ما شاء الله، يعني من برنامج لمنتهى ما بيروحش البيت ياخد دش عشان بس اتكلم على نادي الزمالك كلام مرسل. مش راجل انا عندي صفقات وعندي عفوا عندي مستندات وعندي اوراق وعندي تاريخ بتكلم فيه. كابتن تامر عبد الحميد ملوش ذكر في نادي الزمالك، محدش يعرفه. كل ما بتقول تامر عبد الحميد هنفتكر دونجا اللي هو جالنا من المنصوره، اللعيب المحترم. لكن دلوقتي كابتن مصطفى يونس وبيتحارب، وانت كابتن عادل هيكل قبل كده لما طلع يتكلم، ها عفوا يعني الراجل العظيم تاريخ زيه زي الكابتن صالح سليم، ده عنده زهايمر، ده خرف ده عيب. انتوا اللي مش منافسين لنادي الزمالك. لما هنتكلم بقى مش هنقول لا، انتوا اللي مش منافسين لينا، مش احنا اللي مش منافسين ليكم. تعالوا بقى كده نعملها كيت 50-50 ونشوف مين اللي هيكسب. لكن انتوا ربنا يتولاكم، احنا رياضيين، احنا فرسان، انتوا لا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.